السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معنا بقى اللوبيا بنسلقها، نغسلها غسلة نظيفة ومية ونحطها على النار. هنا معانا رز بالشعرية، حطي حتة السمنة، حتة الزبدة اللي انت هتحطيها، اي مادة دهنية، حطي عليها الشعرية، حمصي الشعرية وحطي الرز، خديه تقليبتين ينشف ويشرب المية مع الشعرية. بعد كده زودي المية المغلية. هنحط دلوقتي الشعرية، صلوا على النبي، صلوا على النبي يا حبايبي. هنقلب لغاية ما تبقى الشعرية ذهبي ونحط الرز. هنا اللوبيا بتتسلق اهي. هنا بعد ما اللوبيا اتسلقت حطينا البصل، وهنحط حتة تومة، بهاراتك بقى فلفل كمون كزبرة، تخلي حياتك منورة. ولو عندك قرن فلفل حطي، وعلى شوية ملح. انا ما كانش عندي طماطم فحطيت صلصة، كله ماشي. حطي شوية صلصة وبعد كده ضيفي الشوربة بتاعتك بقى. اهم شوية الصلصة، ودي البهارات بقى، فلفل كمون كزبرة ملح. انا ما كانش عندي فلفل، انت عندك قرن فلفل حطيه، وزودي بعد كده الشوربة. كله ني في ني، دي اصح حاجة يا جماعة، احسن من المسبك والله. المسبك تقيل ومتعب، افضل حاجة دلوقتي الني في ني. والملح حطينا اهو الشوربة وقلبناه وحطيناه على النار. هنا بقى الفراخ، حطينا السمنة بتاعتنا، هنعملها بالبصل، تبقى جميلة جدا على فكرة. طريقة البصل دي في الفراخ، في اللحمة، أجنحة، بيبقى طعمها جنان وجميلة جدا. هنحط دلوقتي، أنا كنت بضرب البصل في الكبة، هنحط دلوقتي البصل اهو. حاطة مع البصل قرن فلفل، هو اللي كان عندي على فكرة، عشان كده ما حطيتش في اللوبيا. قرن الفلفل ده هيوديها في حتة تانية. لو عندك بصلاية بطاطساية صغنططة ممكن تحطيها معاهم. هنقلب بقى كده لغاية ما البصل، زي ما قلتلك قبل كده، شوفي درجة البصلية، انت عايزاها غامقة عايزاها فاتحة، على حسب ما انتوا بتحبوا. هنا اللوبيا شغالة على النار، والرز دي الفراخ غسلناها بدقيق وملح وليمون، تتغسل غسلة نظيفة. بلاش نحط عليها خل، أنا بحس ان الخل بيزود الزفارة. هنا بصوا البصل بعد ما احمر بنضيف الفراخ عليه، واللوبيا اهي شغالة. هنا كنت بصفي الفراخ من ميتها وبحطها. انا ما كنتش عارفة اقلب اني بايد واحدة. بصوا هقلبها بعد كده وهوريها لكم.
هنا طبعا بعد ما ضفنا المية المغلية وخدت غلوة، هي خلاص قربت على السوا. وهنا معانا اللوبيا خلاص خلصت، والرز بالشعرية انتهى خلاص. هنا الأكل بقى بعد ما خلص، ادي الفراخ والمخلل واللوبيا والرز، والهنا والشفا.